ايه رأيك في الشكل ده؟ عادي جدا مش كده؟ طب ايه رأيك ان ممكن نخليه كده؟ عايز تعرف ازاي؟ تابع معايا وهتعرف ازاي تعمل كل ده من غير ما تدفع ولا مليم. يلا بينا. مبدئيا كده قبل ما ننزل اي حاجه خالص عايزين بس نشيل الايكونز دي عشان يبقى عندنا مساحه بقى نعرف نشتغل في الديسكتوب كويس. اطلع بره يلا. فهنعمل رايت كليك وبعدين فيو وهنشيل شو ديسكتوب ايكونز دي لازم تتقفل عشان نشيل كل الايكونز اللي موجوده في الديسكتوب. دي كده اول خطوه. معانا النهارده 4 برامج هنبص عليهم عشان نعرف ازاي نخلي الديسكتوب بتاعنا شكله احسن بكتير من العادي. اول ابلكيشن معانا هو رين ميتر ده ابلكيشن مشهور جدا للكستمايزيشن. فده الويب سايت بتاعهم وهتنزل السوفت وير من هنا وهيبدا ينزل معاك سيت اب على طول. لما تيجي تفتح بقى بعد ما تنزله هتلاقيه فتح تحت هنا، تمام، عند العلامه ديت هندوس دبل كليك عليها وهتلاقيها فتحت معاك. طبعا مش هتلاقي سكنات كتير، هتلاقي مثلا رو تايم ده كان الديفولت اللي موجود، فانت عشان تنزل السكنات لازم تفتح ويب سايتس فيها السكنز ديت. هحط لكم اللينكات دي في الديسكربشن. فنفترض مثلا نزلت سكن من النت وعايز بقى تشغله، فهتلاقي الفايل بتاعه اهو، هتدوس عليه مرتين دبل كليك هيفتح معاك السكين انستولر، هتدوس انستول وهينستول معاك عادي جدا، تمام، وهو اشتغل. وهتلاقي ان هو اشتغل على طول من غير اي حاجه. بس طبعا لو انت عايز تشيل حاجات معينه فانت لازم تفتح وتروح على السكين اللي انت نزلته وتشوف اللي انت مش عايزه وتشيله، تعمل عليه دبل كليك وهيتشال على طول. انا دلوقتي نزلت اهو سكين للساعه، تمام، عشان يفضل موجود معانا لحد اخر الفيديو. الابلكيشن اللي بعده بقى هو لايفلي وول بيبر. واللايفلي وول بيبر ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيديك امكانيه انك ممكن تحط وول بيبر اللي هي بتتحرك ما تبقاش ثابته. لما تيجي تنزله بقى هتدوس على داونلود وهيوديك تحت شويه، هتلاقي بقى اختيارين، يا اما تنزله من مايكروسوفت يا اما تنزله من الانستولر نفسه اللي هو بينزل عادي مع اي حاجه انت بتنزلها في الجهاز. انا عن نفسي حملته من مايكروسوفت وهو اساسا شغال دلوقتي تحت، فانا هفتحه دلوقتي كده هيفتح معاكم بالشكل ده بعد ما تنزلوه. انا كمان جهزت اوريدي اللايف وول بيبر، تمام. الحاجه الحلوه في البرنامج ده بقى انك ممكن تحط اي وول بيبر انت عايزها ايا كانت هي ايه براحتك. انت ممكن تنزل بس فيديو، اي فيديو زي ما انت عايز وتحطه كلايف وول بيبر. بس طبعا يعني مهم انك تكون مختار فيديو يقدر يعيد نفسه، يعني ما يبقاش فيديو يقطع في حته معينه وبعدين تلاقي في حته تانية على طول، عشان هيبقى شكلها مش لطيف. فدايما دور على الفيديو اللي يقدر يعيد نفسه. فانا نزلت مثلا الفيديو دوت فايه هشغله دلوقتي اهي، اتفعلت على طول بعد ما انا دوست عليه وبقت بالشكل ده. صراحه يعني من غير ما نكمل حتى باقي الابلكيشنز لحد دلوقتي ديسكتوب بقى تحفه. نخش على الابلكيشن اللي بعده بقى وهو ترانسلوسنت تي بي. ده بيتيح لك انك ممكن تخلي التاسك بار اللي تحت شفاف. الابلكيشن بينزل من موقع جيت هاب، هسيب لكم لينك في الديسكربشن. تنزلوا تحت هتلاقوا كلمه ريليسز هنا، هتدوسوا على الحته ديت هيفتح لكم البيج دي، وهتنزلوا تحت شويه هتلاقوا البورتبل فيرجن اهو، ده اللي لازم تختاروه. ليه لازم؟ لان هو مش هتحتاج تعمل سيت اب لحاجه، انت بس تنزل البرنامج وتشغله على طول. طبعا ده احسن بكتير من انك تسطب حاجات كتير عندك، واتكلمت في الموضوع ده الفيديوهات اللي فاتت. فهتدوس على البورتبل فيرجن وهينزل معاك على طول. بعد ما تنزله وتشغله المفروض هيشتغل معاك على طول. هتلاقي ان التاسك بار من تحت بقى شكلها شفاف ويعني بصراحه تحفه. بس في حالتنا ديت اللي هي في الوول بيبر اللي احنا حاطينها ديت، الديسكتوب الشفاف مش نافع قوي، يعني مش احسن حاجه. ففي الحاله دي هنستخدم ابلكيشن مختلف. الابلكيشن الاخير معانا هو راوند تي بي. راوند تي بي ده بيخلي تاسك بار مدور شويه، او تقدر تكستمايز حجم التاسك بار وشكله عامه حسب مزاجك. فهنفتح البرنامج ونشوف شغال ازاي. اول ما تفتح الفولدر هتلاقي فايلات كتير جدا، فانت انزل تحت خالص لحد ما تلاقي راوند تي بي اهو، هتدوس عليه هتلاقيه اشتغل على طول. هتلاقي ان في حته كده فاضيه بقى تحت موجوده، بس دي هنتعامل معاها مش مشكله متقلقش. هتلاقي ان راوند تي بي فتح هنا تحت. عشان بقى نعدل في السيتنجز هندوس رايت كليك وبعدين ندوس شو راوند تي بي. هتلاقي هنا الاختيارات اللي ممكن تغيرها عشان تخلي شكل التاسك بار زي ما انت عايز. اختيار مارجن اللي فوق ده بيأثر على حجم التاسك بار، انت ممكن تصغره براحتك عشان لو مش عايزه يبان كله فممكن تصغره شويه. وكورنر راديوس ده بيتحكم في مدى استداره التاسك بار عامه، فهتشوف لما عليه دلوقتي هيبقى شكله عامل ازاي. بقى راوندد شويه، ما بقاش في اللي هو الادج المدبب ده، لا ما بقاش موجود، بقى راوندد شويه فبقى شكله احسن دلوقتي. طبعا فنفترض مثلا ان هو التاسك بار واسع قوي عايزين بس نصغره شويه، فهندوس على ادفانسد. هنلاقي هنا اختيارات تانية خالص بقى، حاجات مختلفة تماما. الأربع اختيارات دول بيتحكموا برضو في الحجم ولكن بشكل ادفانسد أكتر، بشكل عميق أكتر. فهنعمل كده ازاي بقى؟ فهتدوس على التلات نقط دول وهتلاقي ان الاوبشنات اتفتحت لك وممكن تغير براحتك دلوقتي. بعد ما فتحنا الاوبشنات دي بقى عايزين بقى زي ما قلنا نصغر التاسك بار شويه، فهنغير في الليفت مارجن والرايت مارجن عشان ده ايه اللي هيصغره، تمام، اللي هو من اليمين للشمال عامه. فهنخلي مثلا نقول 100 هنا و100 هنا، وبعد كده ندوس ابلاي. هنلاقي ان هو صغر شويه، بقى في حته مش باينه هنا كده، بس زي ما انتم شايفين ان هو تحت كده لسه التاسك بار يعني واخد مساحه كبيره فوق وتحت. فدي بقى هنغيرها من التوب والبوتوم مارجن، فهخليه مثلا 3 و3
كده التاسك بار صغر شوية فبقى شكله أحسن، بس زي ما انتم شايفين إن في حاجات مختفية هنا مبقتش باينة. اللي قريته من الناس اللي كانت بتشتكي في الموضوع ده إن أساسًا كان المفروض ينزل update للكلام ده، ولكن للأسف ما نزلش. اللي هاقدر أقوله إن لو أنت حابب إن الحاجات دي تبان فأنت لازم تكبر التاسك بار، لكن لو أنت عايزه يصغر ومش فارق معاك إن التاريخ يبان ومش مهم يعني، فبراحتك أنت تختار اللي أنت عايزه وتعمله. وده كده بقى شكل الديسكتوب بعد ما عدلنا فيه. لو بقى حابب تشوف برامج تانية برضه ممكن تعلي بيها تجربة جهازك فهتلاقي فيديو هنا، ولو عايز تعلي أداء جهازك هتلاقي فيديو تاني هنا، وأشوفكوا الفيديو الجاي.